هتك عرض 5 أطفال لسه في KG2. قضية ياسين اللي كانت موجودة من فترة رجعت من تاني. الاعتداء على الأطفال، ومن مين؟ من الناس اللي شغالة في قلب المدرسة. المرة دي مش واحد بس، دول 3 أشخاص في المدرسة، واحد عامل وواحد بتاع أمن، ومن ضمنهم واحد أصلا اتفصل من المدرسة دي ورفضوه ورجعوا رجعوه تاني، وكان فصله ده بسبب إن هو برضو كان في تحرش وفي زفت. انتوا دلوقتي في مدرسة انترناشونال، ازاي ما تنقوش الناس اللي تيجي تشتغل معاكم ويتعمل لهم اختبارات وتحطوا كاميرات مراقبة؟ اي مدرسة لو حكومي دلوقتي محطوط لها كاميرات مراقبة وكل حاجة تحت انظار المدير. انت كمدير شايف كل حاجة بعينك وشايف اللي بيحصل في التلاميذ ده، ساكت على اللي بيحصل ده ليه؟ طبعا البلاغات ده اول ما حصلت الحكومة راحت قبضت عليهم على ال3. ولما الضابط بتاع المباحث وصل المدرسة وبدأ يتكلم مع الأطفال، في واحدة من ضمن الأطفال دي خدته وقالت له هو ده المكان اللي كان بياخدونا فيه ويعتدوا علينا فيه. ده مش بالمزاج، ده كانوا كمان بيحطوا سكينة على رقبتهم وبالسلاح وبيهددوهم وبيعملوا معاهم كده بالعافية. هتك عرض أطفال عندهم 5 سنين، في إيه تاني أمان للدنيا عشان يحصل فيه كده؟ يعني جريمة حصلت من فترة وبتتعاد تاني بنفس النمط بنفس الطريقة في مدرسة برضو انترناشونال، مدرسة سيدز اللي موجودة في القاهرة دي، ولا معرفش اسمها ايه، يا رب اكون بقوله صح اصلا. بس اللي بيحصل دلوقتي بقى حاجة غريبة قوي. يعني ليه يحصل كده؟ ايه اللي بيوصلنا ان يحصل كده؟ اعتداء على طفل عنده 5 سنين او 6 سنين في KG2، منك لله انت وهو. انا بتمنى ان الحكم عليهم ما يكونش بالسجن، يكون بالاعدام، عشان دول يكونوا عبرة لمن لا يعتبر او عبرة لمن يعتبر. لسه في بيحصل الكلام ده على فكرة حاليا في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي، ودول اتقبض عليهم، دول في تاني في مدارس تانية وفي اماكن تانية لسه ما اتقبضش عليهم ولسه الدور عليهم ما جاش. ما هو رصيدهم من الستر خلاص بيكون خلص. بس كل الاطفال اللي اتأذت من تحت ايده، ايه ذنبهم وايه ذنب اهاليهم اللي بيودوهم مدرسة انترناشونال عشان يعلموهم احلى تعليم؟ يتعمل كده في عيالهم. اي واحد شقيان وتعبان على عياله وعايز يوديهم يعلمهم احلى تعليم وبيصرف عليهم في المدارس دي مصاريف جامدة على فكرة، مش بيروحوا ببلاش يعني. فازاي ما يكونوش متأمن عليهم في الحتة الصغيرة دي؟ يعني كل حاجة احنا عاملينها صح والتعليم صح وكل حاجة صح ومنهجين كل حاجة، ونيجي على الحتة دي ان احنا مش عارفين نحافظ على الاطفال في قلب المدرسة، فدي يبقى عيب في حق ادارة المدرسة ذات نفسها. لان تاني مرة تحصل، والمرتين حصلت في مدرسة خاصة، واحدة كانت في البحيرة والتانية في القاهرة. بضيف صوتي لأي صوت أي حد عايز أقصى حكم وأكبر عقوبة على الناس دي، هما واللي كان برضو بيعتدي على ياسين قبل كده اللي قضيته لسه خلصانة من شهر تقريبا. في حكومة وفي قانون وهتتحاسبوا، وأي حد بيعمل كده دلوقتي ياريت يقف عند حده ويبطل اللي بيعمله ده عشان خاطر الدور جاي عليه.